سنة 1974 اقتحم بوليس الآداب شقة الفنانة ميمي شكيب واتقبض عليها هي ومجموعة من الفنانين في قضية عرفت باسم قضية الآداب الكبرى. طلعت من السجن لا تاكل ولا تشرب، قالت لا عليا وعلى اعدائي وانا هلبسها لوحدي، انا هقول على كل الاسامي وكل الشخصيات، اقول لها ايه ده يا حلوه انت تلعبي مع الكبار، طب يلا، وراح حاتفينها من بلكونه شقتها. ما تيجوا نعرف الحكايه من اولها، يلا بينا. أمينة شكيب بنت زوات على الآخر، عاشت وتربت في القصور. اتولدت 25 ديسمبر 1913. أبوها مأمور اسم حلوان، وجدها كان ضابط في الجيش أيام الخديوي إسماعيل. أما مامتها فكانت ست أرستقراطية من الدرجة الأولى، وكانت بتتكلم 6 لغات. أمينة شكيب ليها أخت واحدة اسمها زينب شكيب أو زوزو شكيب زي ما انتوا عارفينها. أبوهم كان شديد جدا وما كانش بيخرجهم إلا للتعليم. فضلت عايشة في العز ده لحد ما أبوها مات، واتبدلت بيهم الأحوال رأس على عقب، ودخلت في صراع والدتها مع أهل جوزها بسبب الميراث. وفي الوقت ده أمهم نزلت تشتغل عشان تقدر تعيش وتعيش بناتها. اتقدم لميمي شكيب في الوقت ده راجل غني قوي، كان ابن اخت اسماعيل صدقي رئيس الوزراء ساعتها، وكان اكبر منها ب20 سنة. وافقت ميمي عشان فلوس وعايزة تعيش في نفس المستوى اللي كان ابوها معيشها فيه. لكن اللي حصل واللي جرى كان عكس ما هي كانت متوقعة. الراجل دوت كان صعب جدا وأصعب من أبوها كمان، ما كانش بيخليها تشوف الشارع، وبعد 3 شهور اتفاجئت إن هو متجوز عليه، وكانت في الوقت ده لسه حامل في الأول. ما تحملتش طبعا ميمي شكيب الصدمة، وجالها شلل مؤقت وأصرت على الطلاق. بعد الطلاق والصدمة اللي تعرضت ليها قررت إن هي تعيش حياتها بالطول وبالعرض، وفي الوقت ده راحت للريحاني، وكان لسه عامل الفرقة جديد واشتغلت معاه في فرقته. والحقيقة إن ميمي شكيب كان عندها علاقات كتيرة جدا، ومنهم مثلا أحمد حسنين باشا اللي ما استمرتش معاه كتير بسبب حب الملكة نازلي ليه، واللي فعلا هددتها بالقتل لو ما بعدتش عنه. راحت ميمي شكيب خدتها من قصرها وقالت بلاش سياسة، وبعدت عن أحمد حسنين باشا خالص. وبعد أحمد حسنين باشا كانت صديقة مقربة جدا لأحمد عبود باشا، وكان راجل غني جدا وكان بيغرقها بالهدايا، وبقت سمعتها زي الزفت وعلى كل لسان. أهلها قالوا لها انت كده فضحتينا ومرمختي اسمنا في الوحل، لازم انك تتجوزي. بالفعل اتجوزت راجل غني جدا كان اسمه جمال عزت. ما طولتش مع جمال عزت لأنه كان بيغير عليها موت. رجعت بقى للسهر لحد ما قابلت سراج منير في فيلم أين الشعب. الفيلم ده كان سنة 1934. حبوا بعض جدا في الفترة دي، ولما تقدم لها أهلها رفضوا. لكن بعد 3 سنين اتقابلوا تاني في فيلم الحل الأخير، وتقدم لها تاني سراج منير، بس المرة دي أهل سراج منير هم اللي رفضوا، وقالوا انت ازاي هتتجوز واحدة فنانة؟ معروف ان الفنانين كانوا زمان بيترفضوا دايما في الجوازات، وكمان هتتجوز ميمي شكيب؟ دي سمعتها زي الزفت يا ابني، ابعد عنها. مين اللي اتدخل بقى في الموضوع؟ اللي اتدخل الفنان الجميل نجيب الريحاني، واللي راح أقنع منير إن الجوازة دي لازم تتم. اتجوزوا بالفعل وقعدوا 15 سنة متجوزين في تبات ونبات زي ما بيقولوا. وفي سنة 1957 يموت سراج منير فجأة بسكتة قلبية حادة. الحقيقة إن هي ما اتجوزتش بعده خالص، وعشان تنسى سراج منير وتنسى أحزانها وكل اللي مرت بيه في حياتها، رجعت ريما زي ما بيقولوا لعادتها القديمة، وفتحت بيتها للسهر والحفلات، وزي ما انتوا فاهمين بقى. نيجي بقى للموضوع المهم اللي انتم متابعين الفيديو عشانه، ولو مش لحد دلوقتي عملتوا اشتراك انزلوا اعملوا اشتراك وفعلوا زر الجرس عشان نفضل دايما على تواصل. بعد حرب اكتوبر ليبيا عملت هيئة كده ملهاش اي لازمة اسمها هيئة التنسيق بين البلدين، يعني بين مصر وليبيا. الموضوع ده ما كانش له اي لازمة، لكن المخابرات المصرية لاحظت ان الرائد عبد السلام جلود اللي هو كان شغال في هيئة التنسيق دي، او هو يعني كان من ضمن الناس اللي اسسوها، وده كان الرجل التاني بعد القذافي، بيجي مصر كل اسبوع. الحقيقة شكوا في الموضوع وابتدوا ان هم يراقبوه عشان يتفاجئوا بمكالمة بينه وبين القذافي، وقعد القذافي يشتم في بنات السادات من هنا لحد بكرة. السادات سمع الكلمتين دولت وقادت ناره وقال والله لوريك يا قذافي. ومن بعدها ابتدوا يراقبوا عبد السلام جلود دوت 24 ساعة في ال24 ساعة. السادات قال لهم هاتولي قراره، ولقوه بيروح فين؟ لقوه بيروح شقة ميمي شكيب اللي في قصر النيل، وبيتردد عليها كتير جدا. ومن حظها الزفت انهم سمعوه في التليفون، طبعا كانوا مراقبين تليفوناته، سمعوه في التليفون وهو بيظبط مع ميمي شكيب ميعاد غرامي في شقتها. واتفاجئوا كمان لما راحوا الشقة ان في شخصيات مهمة جدا بتروح عند ميمي شكيب. لما اقتحم بوليس الاداب الشقة لقوا فنانات ومضيفات وشخصيات هامة جدا.
وكل الشخصيات دي اعترفت في المحاضر الرسمية إن ميمي شكيب كانت فاتحة شقتها لأعمال منافية للآداب، والشغالات كمان اعترفوا. وفي بعض الأقوال بتقول إن ميمي شكيب في المحاضر اعترفت بس تحت التهديد. اللي انتوا بقى ما تعرفوش والمفاجأة ان ميمي شكيب ما كانتش هي المقصودة في الليلة دي خالص. اللي كان مقصود هو الرجل التاني للقذافي عشان يعمل للقذافي قرصة ودن، يعني السادات كان بيعمل قرصة ودن بس كده للقذافي. والحقيقة كمان إن صفوت الشريف كان المتهم الثالث في القضية، وقعدت ميمي شكيب 70 يوم في سجن القناطر، وكانت قاعدة كانوا بيقولوا إن عندها حالة انهيار وبتصوت وبتصرخ بس، لدرجة إن هي اتصابت بحالة نفسية شديدة جدا وما كانتش بتسمع ولا بتتكلم. واللي انتم مش هتصدقوه كمان ان كل المتهمين اخدوا براءة، حتى ميمي شكيب اخدوا براءة عشان كان في شخصيات تقيلة قوي في الموضوع وما كانش ينفع انها تتاخد في قضية زي دي، فالكل طلع براءة. بس براءة ايه بقى؟ ما خلاص سمعتها اتمرمغت في الوحل، خرجت من السجن ولقت كل الوسط الفني بيبعد عنها ومحدش عايز يكلمها ولا حد عايز يتعامل معاه، وأصيبت بحالة نفسية سيئة جدا جدا جدا، ودخلت المصحة 6 شهور. ومن المصحة كمان كانت لسه حالتها النفسية سيئة، وكمان ما لقيتش لا أكل ولا شرب، لدرجة إن ما كانتش بتلاقي تاكل ولا تتغدى ولا تفطر، ولقت نفسها في حالة ضياع. قالت لهم لا بقى، عليا وعلى أعدائي، أنا هقول على كل حاجة وعلى كل اللي اتقال ومش هلبسها أنا لوحدي، أنا سمعتي بقت زي الزفت، ده أنا حتى مش لاقية الرغيف الحاف. وفضلت ميمي شكيب تهدد فيهم لحد ما قالوا لها ما ينفعش اللعب مع الكبار، وهددوها هم كمان إن هيخلصوا منها، بس هي ما كانتش حاطة اخوانها وما كانش قدامه غير انهم يخلصوا منها بنفس طريقة الخلاص من سعاد حسني. وفي 20 مايو 1983 اتحدفت ميمي شكيب من شباك شقتها اللي في قصر النيل وماتت في الحال، عشان تنتهي حياة دلوعة السينما المصرية ميمي شكيب نهاية مأساوية. الغريب في الأمر إن بعد 2011 طلعت علينا برلانتي عبد الحميد اللي كانت زوجة عبد الحكيم عامر، وطبعا انتوا عارفينها كانت فنانة جميلة، وقالت إن صفوت الشريف هو اللي حدف ميمي شكيب من شقتها. طبعا عرفت الكلام ده منين؟ الله أعلم. وتتقفل القضية زي غيرها من القضايا كأنها حالة انتحار، كأنها يعني، وتخلص الحكاية، لكن مين الجاني؟ الله أعلم. وبس كده بتكون خلصت حكايتنا. لو عايزين أي فنان أو السيرة الذاتية بتاعته أو بتاعت أي مشهور من المشاهير اكتبولي في التعليقات. ما تنسوش اللايك والاشتراك. سلام.